في قناة الكوكب يبدأ العرض، فندم يتحرك زي البرق، فتنس واكشن ملحمي صعب، ملك الافلام هنا للصخب، اوقات التمرين مثل القتال، جيل بعد جيل يتبع مثال، فتنس واكشن بلا محال، فنان البطل بين الابطال، محمد فندان ملك الافلام. الناس اللي سمعت الفيديو الاولاني اللي قبل ده، لو الحركة صعبة عليك هقول لك على الحركة التانية ازاي تقدر تستفاد منها وتقدر تأهلك للحركة الأولى الصعبة. لو هي صعبة عليك، الأولى صعبة عليك، هتتني إيدك تانية كده وتثبت وتطلع وتعد من 1 ل8 في 4 عدات أهو، كذلك الأمر، وتشد رجلك فوق وتنزل لو الحركة الأولى صعبة عليك، الحركة دي هتأهلك للحركة الأصعب. ديت بتساعدك على توازن الجسم وشد والعضلات الضعيفة. لو في انت بتشد كل عضلات جسمك، كل عضلات جسمك تبقى شادة وشغالة في الحركات دي، فانت على قد ما تقدر التمرين ده هتلعبه هتلاقيه صعب. حاول مرة واثنين وثلاثة، ممكن تتني رجلك وصعب عليك الارتفاع وتثبت. دي بتشد معاك الحركات. لما تلاقي نفسك تأهلت وجسمك جاد، انت بقى بتبدأ تشتغل على الحركة دي اهيت. دي مع الايام ومع وقت التمرين هتستجاب والعضلة تستجاب معاك. تتني 1 دي كل التمرينات اللي هي بتساعدك على الحركة دي. الحركة دي مفيدة جدا، بتشغل لك كل عضلات جسمك، وممكن أي واحد يلعبها في جيم، في ما فيش جيم ممكن تلعبها على جهاز متوازي. طيب في مشكلة بتقابلنا، وهي مشكلة لما حد بيجي يفرد دراعه مش بيقدر. ليه؟ لأنه عنده ضعف. هديك في الفيديو اللي جاي هديلك تمارين تقوي جسمك بحيث ان دراعك دي يكون مسطره كده، وده اللي هيأهل اللي انت دراعك يتفرد، لان في ناس بتشتغل مش قادره تفرد دراعها. انا هديك تمرين هيساعدك على الفرد، بحيث لو انت جيت تلعب حركه زي كده كده وتفرد كده هتلاقي دراعك مظبوطه، مشدود، مش متني كده، مشدوده. طب ايه اللي هيأهلنا لكده؟ استنوني في الفيديو اللي جاي عشان هديلك شويه تمارين هتساعدك في فرد الدراع.